لو انت شاب ومبتدئ ونفسك تربي حمام باقل التكاليف، تعال عند ابو عمر هيخليك تربي حمام باقل التكاليف. لو انت ست بيت ونفسك تعملي مشروع تاكلي منه رزق حلال، او نفسك تاكلي جوزك وتدلعي جوزك وتدلعي اولادك وتاكليهم حمامه كويسه، برضو تعالوا عند ابو عمر هتربوا حمام باقل التكاليف. ابي الحبيب، لو حضرتك طلعت على المعاش ونفسك تعمل مشروع تسترزق منه، او نفسك تنشغل في حاجه كويسه نافعه، برضو تعالى عند ابنك ابو عمر هتربي حمام باقل التكاليف. خليكم معانا ما تروحوش بعيد. وهنا يا جماعة شفنا على الطبيعة، أنا رحت المكان نفسه الرئيسي، المنبع اللي بيبيع البرانيك أو اللي بيحصل البرانيك آخر اليوم. دي بيسموها أقفاص بلاستيك أو بيسموها برنيكة بلاستيك، عندي بتاع الخضار أو عندي الفكهاني. تقدر حضرتك تشتريها من الفكهاني أو بتاع الخضار، هيبيع لك ب5 جنيه ب6 جنيه، في ناس بتبيعها ب10 جنيه على حسب المنطقة. تمام؟ طبعا أنا مسكتش، ابو عمر والفهلاوه بتاعته راح عمل ايه؟ خليكم معانا. ابو عمر سأل الفكهاني وبتاع الخضار اخر اليوم بتودي الحاجات دي فين؟ قال لي في واحد بيجي ياخدها مني وبيشتريها مني. فين هو؟ رحت اتقابلت معاه وخدت رقم تليفونه ورحت له منطقته وركبت مواصلات ورحت له، مش بعيد قوي يعني عني. لقيت ان هو بياخدها وبيعمل لها اعاده تدوير وبيدخلوها المصنع تاني، او بيبيعوها السليمه لناس تستخدمها. تمام؟ بيحطوا كل مقاس لوحده السليم وبيبيعوا تاني وبيستخدموا تاني. تمام؟ او المكسر بيخش للمصنع تاني وبيحصلوا اعاده تدوير وبيعملوا منه اقفاص بلاستيك تاني. زي ما انتم شايفين يا جماعه كل مقاس لوحده. اللي انا كنت جايبها اصغر حجم ولكن عاليه مرتفعه، اصغر حجم مرتفعه، ده اللي انا استخدمته في الاقفاص البلاستيك للحمام. بيسموها عند بتاع البلاستيك بيسموها الجامبو، الحجم الكبير العالي، صغيره جدا ولكن حجمها عالي شويه. تمام؟ شايفين يا جماعه بيرص كل مقاس لوحده. وعلشان ما نطولش على حضراتكم وابو عمر يرغي كتير، بينا نخش على الفيديو ونشوف ابو عمر هيستخدم البرانيك اللي جابها او الاقفاص اللي جابها هيستخدمها ازاي خطوه بخطوه. خليكم معانا ما تروحوش بعيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجعنا لحضراتكم بفيديو جديد على قناتنا المتواضعة، قناة مملكة الحمام المتنوعة، والجديد شديد عند اخوكم ابو عمر. هتقدم لنا ايه النهارده يا ابو عمر؟ هتتحفنا بايه النهارده يا ابو عمر زي عوايدك؟ النهارده فيديو قوي جدا لكل الناس اللي نفسها تربي حمام وبيشتكي ان السلكات غالية جدا، نفسه بتتسد وما بيرضاش يعمل مشروع الحمام، ولكل الناس اللي هي حابة تسترزق وتاكل عيش ونفسها تربي حمامة في البيت او نفسه ياكل حمامة من البيت، حمامة نظيفة. احنا كشعب مصري بنحب اكل الحمام ونحب نربي حمام. طيب لما تروح تشتري عيون خشب طبعا بتلاقي الاسعار غاليه جدا، فنفسك بتتسد فبترجع ما بتربيش حمام. هنا عند ابو عمر هتربي حمام وباقل التكاليف. خليكم معانا علشان نشوف خطوه بخطوه ابو عمر هيفاجئنا بايه وابو عمر هيعمل ايه، لان الجديد كله عند ابو عمر وبس من قناتنا المتواضعه. خليكم معانا وتابعونا. ولكن احب اقول لحضرتك لو انت اول مره بتزور قناتي على منصه اليوتيوب، انزل واشترك في القناه وفعل زر الجرس ودوس على الجرس واعمله للكل علشان يجيلك اشعار اول باول من قناتنا المتواضعه وتشوف كل الفيديوهات الجميله اللي بتنزل معانا على القناه. وحضرتك ما تحرمش نفسك من الاجر وتحط اللايك علشان تستفيد وغيرك يستفيد وتعم الفايده لكل الناس، علشان خاطر اي معلومه غيرك يستفيد بيها تكون انت سبب في وضع اللايك. تمام؟ ولو حضرتك عايز تدعم اخوك ابو عمر ما تنساش اللايك الجميل منك دعما لينا، علشان احنا بنتعب جدا جدا جدا. فيديو 5 دقايق بنتعب فيه جدا والله يا جماعه. فان شاء الله خليكم معانا ما تروحوش بعيد. هنشوف على الطبيعه ازاي هنعمل عيون للحمام باقل التكاليف، سواء هتحبس الحمام او هتعزله عشان مريض او هتخليه على السايب. خليكم معانا ما تروحوش بعيد. وهنا يا جماعة هنبدأ نستخدم الأقفاص البلاستيك أو ما يسمى بالبرنيكة البلاستيك. هنحطهم فوق بعض بالشكل ده. ركز معايا يا أخويا، ركزي حضرتك. بنحطهم فوق بعض بالشكل ده ونبدأ نستخدم معانا أفيز بلاستيك. أفيز دون علشان نربط من خلاله. تمام؟ هنحطهم الرسوم بالشكل ده، واحدة فوق التانية، ونبدأ نجيب التالتة بالشكل ده. ممكن بقى حضرتك ترص يعني بارتفاع الأوضة من الأرض للسقف زي ما أنت عايز، وآخر واحدة ما بتحطش فوق منها حاجة ولا بتفتحها علشان بتهوى الحمام بيخشها من فوق. تمام؟ نبدأ نرصهم بالشكل ده. وممكن حضرتك بعد ما تخلصهم أو قبل ما تعملهم ممكن ترشهم بالخرطوم وتنضفهم بالمية كده، هينضفوا معاك بسهولة جدا.
تمام. هنبدا نجيب الافيز البلاستيك، هنربط في كل 2 مع بعض افيز بلاستيك. الافيز بيتربط بالشكل ده يا جماعه اهو، تمام. وتبدا تشد الافيز على الاخر، تقرط عليه وتربط الاتنين في بعض. هنا انا بوري حضرتك ان انا بدات اخرم القفص البلاستيك علشان ابدا اربطهم مع بعض. خرمنا من هنا ومن هنا، تمام، وخرمنا من الناحيتين التانيين اهو، كده 4 افايز ب4 اماكن. بنبدا نربطهم مع بعض، نحط الافيز في البرنيكه، في ارضيه البرنيكه الفوقانيه، ونعديه من بدايه البرنيكه التحتانيه، نعديه بالشكل ده، 1 والتاني والتالت والرابع، ونبدا نقرطهم جامد. ميزه الاقفاص البلاستيك دي يا جماعه ان هي سهله التنظيف، تمام. لو حضرتك مسكتها بالخرطوم، لو انت عندك مكان وعندك خرطوم ممكن تنظفهم وتدعكها فرشه بلاستيك، او ما يسمى بفرشه البلاط عندنا في مصر، تمام. او ممكن حضرتك تحطها في الشمس ساعه ساعتين تنشف، وتقوم خبطها خبطه بالراحه كده في الحيطه، او خبطه على الارض، هتقوم منزل كل اللي في قلبها، تمام. طيب بنبدا نركب الافايز البلاستيك، ونبدا نستخدم بقى قصافه او مقص ايا كانت اللي هتقطع بيه، تمام. ادي المنظر يا جماعه، عدينا الافيز البلاستيك من فوق على تحت علشان نربط الاتنين ببعض، ونبدا ندخل الافيز بالشكل ده، ونبدا نسحب الافيز اهو. الموضوع سهل جدا وبسيط، ولا حضرتك تشغل بالك. هتربي حمام يعني هتربي حمام، ست البيت هتربي حمام وهتاكلي حمام وهتدلعي جوزك واولادك، وكمان هتاكلي عيش وتبيعيهم وهتسترزقي، وهيبقى مشروع كويس ليكي في بيتك ان شاء الله. ونبدا ندخل الافيز التاني ونربطه، تمام. برضو الشاب اللي هو عايز ياكل عيش ومبتدئ وعايز يعمل مشروع، او هو غاوي حمام، ما نحرمهوش، ما نقولوش لا ده انت لازم تعمل سلكات ولازم تعمل مش عارف ايه والكلام ده كله. لا، نفترض هو مش قادر، يا اخي ابدأ على قدك، ابدأ بسيط من الصفر، واطلع واحدة واحدة، ولما تكبر وتتوسع وبقى هات سلكات واعمل كل حاجة نفسك فيها اهو، زي ما انتم شايفين يا جماعة. ابدأ من الصفر زي احنا ما بدأنا من الصفر، واحدة واحدة، واطلع السلم خطوة خطوة، وبعد ما تتوسع ما تحرمش نفسك، وابدأ من الصفر، وابدأ واحدة واحدة، تمام. كده ربطنا ال4 افايز، هنبدأ نقطعهم بالشكل اللي انتم شايفينه ده يا جماعة اهو. نقطع التفييز التاني كده، ربطنا البرنيكتين في بعض، القفصين في بعض، تمام. هنبدأ نربط الكمية كلها عواميد افقي، ونبدأ نفتح بسكينة مشرشرة، سكينة مشرشرة، هنفتح كده واحدة واحدة، تمام. طبعا انا يعني عشان اعرف اصور واعرف ان انا اقطع واعمل كل ده مع بعضه في وقت واحد، فالموضوع صعب عليا. ليه؟ عشان التصوير بيحكمني شويه، اما من غير التصوير انا ببقى على راحتي واقدر اشتغل براحتي. وهنبدا نقطع بسكينه مشرشره. طب ليه يا ابو عمر سكينه مشرشره؟ علشان الشرشره بتاعت السكينه هتمشي في البلاستيك بكل سهوله، تمام. وحافظ حضرتك على الجزء البلاستيك اللي انت بتقطعه ده، المربع ده، علشان هتشوف الجديد كله عند ابو عمر، هتبدأ تعمل عيون وتحبس فيها كمان. ايه ده يا ابو عمر؟ هو انا فكرت ان انت هتربي على السايب، انت كمان هتعمل عيون من البلاستيك الضعيف ده، وكمان هتعمل لها باب علشان خاطر تعملها عيون وتحبس فيها؟ هتشوف كده معايا خطوة بخطوة. هنحافظ على الجزء البلاستيك اللي هو ده طلعناه اهو، الجزء ده هنحافظ عليه وهنخرمه من الجناب، وهنبدأ نركب له افيزين بلاستيك ونعمله باب بالشكل ده. الله الله، ده الجديد فعلا كله عند ابو عمر، بسم الله ما شاء الله. وهتشوف عند ابو عمر الجديد كله. هنا عملنا ادي افيز، عد معايا، ادي 1، ادي 2، ده الجنب التاني، ادي الافيز التالت، ادي الافيز الرابع. كده ربطنا الاقفاص في بعضها، ربطنا البرانيك في بعضها، وفتحنا فتحة الباب. مش كده وبس، دي قلت لك الجديد كله عند ابو عمر. خش عليا بقى وشوف الجديد كله. هنخرم الباب من الجنب ونركب افيزين، وكده عملنا باب ونعمل له علقه وشكرا. وبعد ما عملنا صف عمودي من الارض لحد فوق، زي ما انت عايز تعملها 6، تعملها 5، تعملها 8، زي ما انت عايز. لو عايز تعملها على الحمام السايب شغال، لو عايز تعملها للحمام وتحبسه عين طبعا كل حاجه شغاله. عايز تحط كرتونه ماشي، عايز تحط حته قماشه في الارضيه برضو ماشي، ده شغال وده شغال.
وده كان فيديو النهاردة، أتمنى ينول إعجابكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نحمل الخير للجميع، نتمنى الخير للجميع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.